محدش ينكر ان متعة الايجيبشن ليج ما بتنتهيش ابدا، حتى لو كان كاس العالم موجود وفي مفاجآت كتيرة. تمام، لكن متعة الايجيبشن ليج ما بتنتهيش، حتى بالارضيات السيئة والتصوير الوحش والاذاعة والكاميرات والاخراج. لكن برضو في مننا الاهلاوي، في مننا الزملكاوي اللي بيحب يتفرج ويتابع، والحماس موجود والاثاره موجوده. تعالوا بينا يلا نشوف الجولة الخامسة وايه اللي حصل فيها. طبعا انتهت المباراة الأولى ما بين الأهلي وما بين غزل المحلة على أرض غزل المحلة بنتيجة 2-0. الأهلي خلص الماتش بدري بدري 2-0 من بداية الشوط الأول. الأهلي بيلعب ضغط عالي، عنده جبهتين في منتهى الخطورة. علي معلول دايما بيرفع على القريبه، ما بيستناش انه يوصل لاخر الملعب عشان يرفع، وده الهدف اللي جه الاولاني عن طريق عرضيه علي معلول وبيرسي تاو. الاهلي طبعا بيلعب 4-2-3-1. انطلاقات كمان احمد عبد القادر من الجبهه الشمال هايله جدا. احمد عبد القادر بيستخدم مهارته العاليه جدا في الاختراق، وبيلعب على الخط بتاع ضربه المرمى يعني، او خط المرمى نفسه، بيقدر ان هو يخترق ويلعب الكوره لبره، وده اللي جه منها الهدف الثاني. والجمله دي اتكررت اكتر من مره، فدي واضح ان الجمله متفقين عليها. الجبهه اليمين طبعا انطلاقات كريم فؤاد وتألقه، الراجل بيعرف يعمل دريبلينج كويس قوي بالكوره. محمد هاني بيطلع احيانا وبيرفع عرضيات. يعني برونو سافيو بيلعب طريقه رقم 10، لكن طريقه مختلفه شويه عن الطريقه التقليديه في 4-2-3-1. اهم ما يميز الاهلي الحقيقه انه بيضغط ضغط عالي اول الكره بتتقطع منه، عشان المحله ما يبنيش الهجمه بتاعته ويبقى فيه خطوره على المرمى. الحقيقه غزل المحله طبعا مدرب اجنبي، فالفكر المصري ان احنا هنقفل كل خطوطنا في طول الماتش. ومباراه غزل المحله مباراه في المحله بتبقى صعبه جدا، والاختراق الدفاعي بيلعب على الهجمه المرتده وكتير الزمالك والاهلي بيعانوا في الاستاد ده. لكن الراجل مدرب اجنبي فكان بيلعب جيم مفتوح. حاول كتير الشوط الثاني انه يحاول يرجع للماتش تاني ويعوض فرق الهدفين، لكن الحقيقه تغلب الاهلي بخطته وضغط وكثافه العاليه كانت مهمه جدا. كولر كمان بيعمل حاجه مع الاهلي كويسه جدا اللي احنا قلنا عليها، بيعمل ضغط عالي، فيمكن ده شويه بيأثر على اللياقه البدنيه لمجموعه الخط الهجومي بتاعه. عشان كده لو لاحظنا نلاقي الشوط الثاني ان هو غير الخط الهجومي تماما، مركز بمركز، ما غيرش الخطه تماما، وادى الفرصه لاكتر عدد من المهاجمين بنزول حسين الشحات ونزول قفشه. لكن هي نفس الخطه. طبعا آفة اللعيب المصري ان هو ضمن المباراة. تمام، فبدأ يعني يتراجع شوية لورا. ما اقدرش اقول ان الاهلي تراجع بنسبة 100%، لكن ما كانش فيه تكثيفات هجومية. تعالوا بينا نشوف الزمالك بدأ المباراة ب 3-5-2 اللي المفروض ان تتحول 3-4-3 عن طريق احد لاعبي الوسط اللي المفروض ان هو يكمل تالت قدام. لكن الحقيقة الخطة ما تنفذتش تماما، اعتقد ده كان تفكير فيريرا، لكن للاسف كانت 3-5-2. دايما بنشوف زيزو ومصطفى شلبي واخدين الكرة لوحدهم وسارحين قدام. زيزو بيقف على الكرة كتير جدا، بس ده نتيجة ان مفيش حد بيساعده او بيعاونه. كتير كان بيوصل عايز يرفع ما يلاقيش حد موجود، او سواء كان حمزه المسلوسي او عبد الله جمعه. وكان كل اعتمادات الزمالك خلال الشوط الاول على الكرات الثابته او على التسديد، والحقيقه ما كانش فيه منهم اي خطوره. حتى ممكن نقدر نقول في هدف جه في الشوط الاول اتلغى بداعي التسلل. الخطه دي يعني انا شايف ان الزمالك غير ناجح فيها بالمره، ولكن يمكن فيريرا بيلعب بالخطه دي نتيجه ان ما عندوش مهاجم صريح. اتقلب الموضوع تماما الشوط الثاني بتغيير الخطه ب 3-4-3، ودي خطه الزمالك اللي لعب بيها السنه اللي فاتت واللعيبه حافظاها وبتأديها بشكل كويس جدا، عن طريق ان هو نزل يوسف حسن. صحيح يوسف حسن ما ظهرش تماما، لسه محتاج الولد ياخد اكتر من فرصه، ولكن مجرد ان في مهاجم صريح اللعيبه بتسند عليه، وبقت المدافعين نفسها بتقف وبتعمل له حساب، وبقى بيحاول انه بيتحرك بشكل كتير، بدات الخطه تظهر وبدا يبقى في خطوره. وساعتها الزمالك تحول وقدر ان هو يحرز 4 اهداف في الشوط الثاني نتيجه الخطه وانطلاقات زيزو ونيمار اللي عاملين جبهه محترمه جدا، عبد الله جمعه ومصطفى شلبي اللي بيأدي مباراه عن مباراه بشكل افضل. وبعد شويه نزل فتوح عمل هدف رائع جدا وهدف جميل. بدات لعيبه الزمالك ترجع من الاصابات، كمان ادى فرصه لمحمد عبد الغني. وطبعا الهدف الرائع الجميل اللي احرزه يوسف اسامه نبيه هدف مارادوني.
احرزه في نهايه المباراه تماما. فهو ده الزمالك اللي جمهوره عايزه وعايز يشوف، عشان كمان واحنا كمان محتاجين ان احنا نشوف قوه الاهلي وقوه الزمالك وقوه بيراميدز وبقيه الانديه كلها عشان تزداد متعه الايجيبشن ليج. في نهايه حلقتنا النهارده بس عايز اوضح يعني يا جماعه الحكام يعني مهزوزه جدا، ضعيفه الشخصيه جدا. في كارثه حصلت في مباراه الزمالك ان المفروض كانت في ادفانتج بياخدها امام عاشور واحرز بيها هدف، لكن الحكم رجع لضربه الجزاء ما اداش الادفانتج. طب لو كان الفار النهارده قال انها مش ضربه جزاء كان الوضع هيبقى ايه؟ ولما ضربه جزاء اتصدت ده يعتبر نوع من انواع الظلم اللي حصل للزمالك. خلينا نشوف، وشكرا ليكم. كان معاكم النهارده حازم جمال وحلقه جديده من دوري المحترفين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الحلقه الجايه من جوله جديده. شكرا.